اهلا بحضراتكم في يوم جديد وبالتحديد من اسكندرية زي ما تعودنا. موجودين فين النهاردة؟ موجودين في منطقة الماكس امام فنار الماكس. هتقولي فين منطقة الماكس؟ هقول لحضرتك منطقة من اشهر المناطق اللي موجودة في غرب اسكندرية. فنار الماكس اللي قدامنا ده واللي اتبنى عام 1894 ويعتبر علامة من علامات اسكندرية الهامة. زي ما احنا شايفين السفن كلها كانت بتمر كده من امام فنار الماكس. الماكس حاليا بيتم بقى تطوير الفنار كده زي ما احنا شايفين. موجود قدامنا الفنار ده وفي فنار تاني كده موجود على ايدينا اليمين بالظبط. منطقة الماكس تعتبر زي ما بقول لحضراتكم من أشهر المناطق اللي موجودة في غرب اسكندرية. كمان بتتميز الماكس ومعروفة جدا إنها حلقة من أشهر حلقات الأسماك. موجود هنا كمان مينا للصيادين زي ما اتكلمنا، والفيديو لسه نازل من يومين أو من 3 أيام، الفيديو الخاص بالماكس وبأسواق وبحلقة أسماك الماكس. خلينا بقى نروح لجزئية هامة، ان الفنار اللي موجود في الماكس بيتم التطوير حاليا كده زي ما حضراتكم شايفين. الفنار ده بقى موجود من عام 1894 واستمر في العمل حتى عام 1908، ومن عام 1908 حتى الآن مفيش أي تطوير بيتم ولا أي تطوير بيحصل في الفنار هنا في اسكندرية. خليني أقول لحضراتكم إن الفنار ده طوله 11 متر. ال 11 متر دول كمان المبنى بالكامل من الخرسانة على شكل سداسي أو شكل زي ما احنا شايفين كده. الشكل واضح قدامنا، موجودة على جزيرة كده صغيرة في وسط البحر. حاليا بقى مش هتعرف توصل خالص للفنار لأن الفنار زي ما احنا عارفين مغلق من سنوات طويلة جدا جدا، ولكن الفنار ده يعتبر شاهد على أحداث تاريخية كبيرة جدا. وكمان كان بيتم توثيق الفنار عن طريق ظهوره في بعض الأفلام وبعض المسلسلات. أفلام ومسلسلات كتير جدا جدا اتصورت في المكان هنا. هتقولي طيب لو عايز اوصل للفنار ده انا ممكن اوصل له ازاي؟ هقول لحضرتك هتوصل له عن طريق مركب صغير، المراكب الشراعية الصغيرة. ولكن بقى حضرتك هتوصل هتلاقي الباب بتاع الفنار مغلق وعملية التطوير حاليا شغالة. خليني بقى اقول لحضراتكم ان الفنار ده كان بيتم استخدامه ان هو وسيلة التوجيه للمراكب. المراكب وهي داخلة المينا بتاع اسكندرية كانت بتقف وتستنى الفنار عشان تعرف الدخول ميعاده هيكون امتى وتتجه اتجاه رصيف المينا ولا لا. فالفنار من الحاجات المهمة جدا جدا في اسكندرية، وحاليا المنطقة بالكامل مهملة كده زي ما احنا شايفين. حاليا بقى المنطقة دخلت حيز التطوير بالإضافة لمناطق كتير جدا في اسكندرية وحاجات كتير أثرية في اسكندرية بيتم تطويرها حاليا. مبسوط جدا ان الفنار اللي احنا شايفينه قدامنا بيتم تطويره. ولكن قبل ما نكمل مع بعض الفيديو، لو حضراتكم أول مرة تشوفونا ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. دي قناتكم ياسر هيروح فين، القناة خاصة بكل جديد في اسكندرية. بنتابع وبنغطي كل الأحداث وكل المشروعات في اسكندرية أول بأول، سواء مشروعات بدأت أو سواء مشروعات لسه هتبدأ. كل ده هتلاقيه عندنا بإذن الله. زي ما احنا شايفين بقى جمال الماكس وجمال مراكب بقى الصيادين اللي موجودة هنا بكميات كبيرة جدا. المراكب دي مش هدفها يا جماعة الرحلات، المراكب دي بقى كلها مراكب صيادين، لان زي ما احنا عارفين معظم سكان المنطقة هنا صيادين. منطقة جميلة جدا، منطقة مميزة، منطقة الماكس منطقة كده ليها طابع خاص من المناطق الفريدة من نوعها في اسكندرية. شايفين بقى الفنار اهو قدامنا، ده كده شكل الفنار قبل التطوير. التطوير حاليا شغال ولسه مستمر، والمراكب بقى او السفن كانت بتعدي كده من ظهر الفنار زي ما احنا شايفين. الوقت اللي احنا بنصور فيه ده الفنار واقف يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم من عام 1908 والفنار مش شغال. وبالمناسبة بقى يا جماعة الفنار ده كان لونه اسود، كان مطلي بالاسود، ولكن مع الوقت خلاص بقى اللون راح. حبيت بقى انهي مع حضراتكم الفيديو في منظر الغروب الجميل جدا جدا اللي موجود هنا في المنطقة هنا زي ما بقول لكم ذات طابع خاص، منطقة جميلة جدا.
من أجمل المناطق اللي موجودة في اسكندرية، وبالتحديد في غرب اسكندرية منطقة الماكس وفنار. الماكس علامة من علامات اسكندرية. قبل بقى ما انهي الفيديو معاكم النهاردة، أتمنى لو حد من حضراتكم عايزنا نصور له أي مكان معين يتفضل يشرفني في التعليقات ويقول لي المكان اللي عاوزنا نروحه. لسه حكاياتنا ما خلصتش، دمتم في حفظ الله.